انتقدنا لانه ما اتفقنا عليه لم يتم الالتزام به. احنا اتفقنا في حضور المجلس العسكري وبعد جهد جهيد على انه قوى الاسلام السياسي على اختلافها وبكل احزابها وشخصياتها تحصل على 50% من قوام الجمعيات التأسيسية، وتحصل القوى الاخرى اللي هي القوى النصريه والليبراليه واليساريه والديمقراطيه الاجتماعيه على 50% من قوام الجمعيات التأسيسية. ناس كتيره كانت بتنتقدنا لان احنا قبلنا بذلك وتقول ليه طيار واحد ياخد 50% واربع طيارات ياخدوا 50%. احنا كنا بنجاوب على ده لان قوى الاسلام السياسي في تجربه الجمعيات التأسيسية الاولى حاولت الحصول منفرده على ما يزيد عن 70%، فاحنا كنا بنحاول يعني ان احنا تقللوا النسبه شويه. نعم؟ كنتوا بتحاولوا تقللوا النسبه شويه، يعني ما وصلت ل 50 قلنا ايه فليكن اذا كانوا هم يعني لما مؤاخذه انا اسف في التعبير يعني طمعانين شويه مش مشكله ونديهم 50%، ودي نسبه لا تمكنهم طالما ان التصويت ب 57% حد ادنى، فدي نسبه لا تمكنهم من فرض ارادتهم او ارائهم بالكامل. واحنا نتكربس مش مشكله ب 50% ناصرين ويساريين وديمقراطيين اجتماعيين وليبراليين كل دول يتكربسوا ب 50% ويكون على عاتقهم تمثيل ما لن يمثله الاسلام السياسي، يعني يكون على عاتقنا تمثيل المراه ويكون على عاتقنا تمثيل الاقباط ويكون على عاتقنا تمثيل طبعا المدني. قبلنا بهذه الصيغه على مضض، لكن قبلنا فوجئنا في تطور لاحق بانه بيراد لنا ان نقبل كمان بانه قوى الدوله التي لا يمكن تصنيفها زي مثلا الازهر، زي الهيئات القضائيه، زي ممثلي والدفاع، مطلوب مننا نقبلها في حصه القوى الديمقراطيه والاجتماعيه. دول بيشكلوا 18 مقعد. الطامه الكبرى كمان انه يراد لنا ان نقبل بانه يكون الوسط وانه يكون البناء والتنميه ضمن الحصه الخاصه بالقوى الديمقراطيه والاجتماعيه، وهذه احزاب اسلاميه. فبمقتضى ما تقدم عليه يصبح للقوى الدوله اللي هي 32 مقعد 22 مقعد واحنا يبقى لنا 28 مقعد. 28 مقعد دول مطلوب يمثلوا كل الاحزاب والقوى الديمقراطيه والاجتماعيه بالاضافه الى قوى الدوله اللي هي لا ينبغي تصنيفها. انا ما اعرفش اني حد عنده جرأة تصنيف الازهر او اي حد عنده جرأة تصنيف القضاء يعني، وهذا امر معيب في التحليل الاخير، يعني ان احنا نقول القضاء ليبرالي مثلا ولا ايه ولا يساري ولا ناصري ولا ايه القضاء مثلا. القضاء ده المفروض يبقى مستقل في حته لوحده. فاحنا طلبنا كل اللي طلبناه بمنتهى الادب واللياقه ويعني توخيا للعداله انه يبقى ال 18 ممثلي الدوله دول فوق الرؤوس زي ما بيقول، يعني 18 وبعدين يبقى 82 نقتسمهم بالعدل يبقى 41 لقوى الاسلام السياسي واحنا نتكربس كلنا في 41 بس، ويبقى ضمن ال 41 ولا 40 بتوع قوى الاسلام السياسي. دكتور فريد يعني حضرتك عايز تشير ال 18 مقعد اللي بيمثلوا ممثلي الدولة وتبدأ تقتسم الحصة اللي باقية ما بين الأحزاب الإسلامية والأحزاب الأخرى. واحنا عند كلامنا احنا مستعدين نتكربس في ال 50% اللي فاضلة ونمثل في ال 50% دي المجتمع المدني الذي لن يمثله الإسلام السياسي، ونمثل في ال 50% وماذا كان رد الفعل الذي لن يمثلهم الإسلام السياسي، رد الفعل يا دكتور دول المرأة الذي لن يمثلهم الإسلام السياسي. طيب ماذا كان رد الفعل؟ رد الفعل رفضوا احتساب ال 18 دول فوق الرؤوس، ورفضوا احتساب الوسط والبناء والتنميه اللي هي احزاب اسلاميه بامتياز، رفضوا احتسابها ضمن قوى الاسلام السياسي. يعني مطلوب مني ان انا اقبل ابقى 28% وقوى الاخوان والنور يبقوا 50%. هل هذا معقول او مقبول؟ هل هذا ممكن؟ هل انا لو قبلت بهذا ابقى انا امين مع تطلعات الشعب المصري؟ انا في 28 مقعد اقدر احافظ على تمثيل جيد للمرأة والشباب والاقباط معنى كده دكتور فريد انه كل التأسيسية لن يكون فيها تمثيل لا للمصري الديمقراطي ولا المصريين الاحرار ولا التجمع. احنا اجلنا اتخاذ قرار نهائي بالانسحاب لحين التشاور في دائرة اوسع بكره الساعة 10 الصبح في اجتماع موسع للقوى الديمقراطية والمدنية نمرة 1. نمرة 2 انا عايز اقول لك ان انا اعلنت النهارده وتضامن معايا المصريين الاحرار والتجمع ان احنا مستعدين للتخلي عن مقاعد المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الاحرار والتجمع
لتمثيل المرأة والأقباط والشباب والمجتمع المدني والعمال والفلاحين، بشرط أن نعطى الحصة المناسبة. يعني ادونا الحصة المناسبة، احنا مش هنطلع يعني عشان ما حدش يتصور ان احنا بنصارع من اجل مقاعد او مغانم، احنا مش عايزين ولا مقاعد في جمعية الاساسية. بنشكرك دكتور فريد، بنشكرك شكرا جزيلا. معانا